هلا يابا، شلونهم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم رجعت لكم مقطع جديد. طبعا ادري بيكم مشتاقين له هوايه، ما يحتاج تحجون تكتبوا لي بالتعليقات، ولو ما حد كتب لي بالتعليقات اللهم كانك واحد كان قايل لي انه صار لك اسبوع ما ناشر. حبي لك حبيبي واحد ذكرني ليش ما حد ذكرني؟ تمام. مقطعنا لليوم راح احكي لكم شنو احسن، ايباد واللابتوب للورقي. يعني وطبعا اكثر مقطع انطلب من عندي شنو نوع الايباد، فاني صفنت هنا قلت ليش ما اسوي مقطع، فسويت مقطع. دللوني ايش عنده غيركم. اول شيء راح تسالوني هوايه اسئله، شنو نوع الايباد اللي جاي تستعمله؟ نوع الايباد اللي هو هذا، شو بدي يطلع صدق كذب. هسه هذا اللي دائما كنت استعمله، طبعا يمكن ما واضح لان بيه الكفر لازم يروح. يلا 1 2 3. هسه هذا الايباد بلا كفر، هذا قدامكم دائما كنت اقرا بيه. هسه يمكن واضح يمكن مو، فخل نرجع الكفر. ايباد رجع ويا الكفر. شفتوا حركات المونتاج هاي، تعلمت حركات جديده وهاي، فراح ادللكم. شفتوا ايباد يختفي ويطلع الكفر شنو اني. فهسه خلينا نكمل. طبعا قبل لا ادير الفيديو احب احكي لكم انه هذا ستاند، هذا ستاند ثاني ملزوق بالستاند الاول حتى تطلع الصوره هيك بوجهكم قبالكم يتباعون عليه. وهنا عندكم الكاميرا، مو كاميرا، ما عندي فلوس الكاميرا فعندي الموبايل. شلونه عندي هذا المايك وتوصاله وشاحنه واضاءه ثانيه وستاند ثالث اضاءه ثانيه، بس حتى الصوره تطلع حلوه، حتى تشوفون شغله حلوه وصوت واضح. ودللكم اني ومونتاج وحركات. بس شو اريد من عندكم؟ لايك، اشتركوا بالقناه اريد اوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه. فصعب عليكم؟ ما اعتقد انتم قدها 100,000 قبل نهايه السنه، لان باقي لنا شهر ونص وباقي لي تقريبا 15,000 لحد ما اوصل. قدها ان شاء الله. اول شيء خلينا نبدي وياكم انه اني كنت طالب، طلعت من السادس لا اعرف اصلا يحتاج اشتري ايباد، لا اعرف يحتاج اشتري لابتوب. من الجامعه ما اعرف، انا طالب حالكم راح اطب لكم هيك، انا كاظم وانتم تمام. طبيت، طلع قبولي بجامعه المستنصريه كليه الطب، طلعت داومت وياهم. فطبيت اول يوم والله شو كلها لازمين ايبادات، يعني صدق شو السالفه، يعني قليل لازمين لابتوب، يعني تقريبا شفت 1 2 3 بالزايد من اصل تقريبا 500 600 واحد، قليلين كلش، بس اغلبيتهم لازمين لايبادات. يعني هنا صفنت ايباد يعني جاي يلعبون ببجي بالجامعه، فاتحين روم، شنو سالفتهم يعني؟ ليش جايبين ايبادات؟ يعني راح يلعبون العاب جيم هنا؟ ما اعرف. فهنا صفنت شويه ويا نفسي، فقلت ليش ما اسال لي واحد؟ فرحت سالت لي واحد قال لي جاي نقرا بيها وهاي راح نقرا على الايباد. هنا صفنت قلت يعني احتاج اشتري ايباد لو لا؟ يعني مثلا طب للجامعه، انت هسه حضرتك صافن، هذا يقرا بالايباد، هذا يقرا باللابتوب، هذا يقرا بالورقي. زين اني هسه صفنت شقرا، زين اشتري ايباد لابتوب ورقي، والله حيره يعني، ما اعرف يعني. فهنا هذا المقطع الك حبيبي حتى تفتهم. انا جاي هنا صار لي ساعه قاعد قدام الكاميرا حتى احكي لك هذا الفيديو، الك حتى تتعب نفسك بالتفكير. اكو فرق بين الافرع الهندسه والطبيه والاقسام، مثلا القانون واداره الاقتصاد والمعاهد وهاي السوالف، اكو فرق. اذا انت طالب هندسه فاشتري لابتوب يفيدك اكثر. انت طالب هندسه لا تشتري ايباد. ليش؟ لان الجماعه الهندسه يحتاجون برامج ما تشتغل الا على اللابتوب، ولازم لابتوب قوي، مو الا قوي بس يعني لازم لابتوب زين. بس جماعه الطبيه وهاي السوالف اغلبيه شغلهم انه فيديوهات وبي دي اف وهاي السوالف كلها، فاشتري ايباد. تقدر تشتري لابتوب، ما جاي اقول لك هسه انت عندك لابتوب فما يحتاج تشتري، يحتاج بس يعني ما يحتاج، عادي تقدر تمشي روحك باللابتوب. بس اذا حيران انه حيران شنو يعني، اذا انت حاير انه تشتري ايباد ولابتوب فانصحك تشتري الايباد. راح تقول لي ليش اشتري ايباد؟ راح اقول لك هسه. اذا انت متعود تتعلم على الورقي، فالورقي من ايجابياته انه انت تلزمه بايدك عادي وتأشر ومرتاح ويعني ما يحتاج شحن، الايباد كل شويه يخلص شحنه، ما يحتاج شحن وهاي السوالف. وعندك مثلا تقدر تلزم يعني التتش وهيك تباع الورقه. ليش؟ لان حضر جنابك من تلزم الورقه هيك ما راح يوقع على وجهك. بس انا صار لي سنتين استعمل الايباد، اصعده فوق وجهي طب يوقع علي، اصعده يوقع على وجهي كل شويه يوقع على وجهي. فمو تجربه حلوه صراحه، بس يعني مجبور. فانت هسه ورقي منوب وتقدر تأشر على راحتك، انت قلم بيدك وتقدر تسوي اي شغله تريدها.
اما فوائد الايباد شنو؟ انت هسه انت مثلا افرع طبيه او افرع عندك نظري هوايه اكثر من العملي. هسه جماعه الهندسه عندهم عملي هوايه، اما احنا عندنا نظري هوايه. يعني تقريبا المرحله الاولى استلمنا تقريبا 200 ملزمه 250 ملزمه، المرحله الثانيه تقريبا راح نستلم 500 ملزمه. هاي 500 ملزمه وين راح اوديها؟ زين يابا هسه اني فكرت انه يوم الثاني من الجامعه استلمت الملزمه التشريح الاولى، خل اجيت فتحت الصندوق، والله شو عندي 750 ملزمه، ادور لي على ملزمه من عندها وينها الله اعلم. يعني تعال دور، راح تاخذ لك ساعه ساعتين وتضوج ولا تشوفها اصلا. فهنا انت راح تمل شويه، هاي المشكله. والمشكله الثانيه انه انت مثلا راح وصلت المرحله الثالثه، ملازم المرحله الاولى اوتوماتيكيا انت ذابهن بالصندوق، فالوالده الله يحفظها راح تيجي تشوف الملازم الاوراق زايده، خلي اسوي لي احرقهن لو اذبهن بالزبل، فالوالده الله يحفظها راح تذبها بالزبل وانت راح تضيح، لان انت شنو المرحله الرابعه راح تحتاج ملازم المرحله الاولى. فتعال دبرها، تروح تسال يابا وين هالملازم حطيتها هنا؟ تروح تسال الوالده والله كانت اكو زباله هنا ما ادري ايش سوى، يمكن ذبيتها. فهنا انت تضرب لك صفنه هيك، يا يمه ليش هيك ملازمي ذبيتين بالزبل. تخيل 250 ملزمه صارف عليها ما ادري قد 100,000 150,000. المهم الله يحفظ امهاتنا. انت هنا تضرب لك صفنه راح تضيع معلومات. فهنا هاي نقطه تنحسب للايباد، لان اني هسه مرحله ثانيه وعندي ملازم المرحله الاولى كلها وهي والتاشيرات مالتي. شو وقت ما اريد اطب يا ملزمه مرتبهن اطب لها قبل نتشخ. هو انت افترضنا انت طالب طبيه واشتريت لابتوب، ولابتوبك شويه يعني مو كلش قوي، طبيت للكليه حطيت اللابتوب قدامك والدكتور بدا المحاضره، تفتح اللابتوب كالعاده تدوس تنتظر لحد ما يشتغل دقيقة دقيقتين ثلاثة لحد ما يشتغل. الحمد لله اشتغل اللابتوب، يجي لك الرمز، تشغل الرمز، يفتح لك اللابتوب، ريفرش ثقيل شوية، تنتظر شوية. الدكتور وصل نص المحاضرة، الدكتور خلص المحاضرة، اشتغل اللابتوب، الحمد لله اشتغل اللابتوب خلاه تفتحه يقول لك الشحن خلاص. والنوب هنا تعال دور على توصاله، انت بنص القاعة واقف تريد توصاله على حائط، شنو راح توصله ما اعرف، هاي بعد غلط يمك. طبعا مو بهذا السوء اللي تخيلتوه وياي، بس يعني ما ترى الاحسن الايباد بس تشغله يشتغل قبل، يعني ما ياخذ من عندك 5 ثواني. طبعا نوع الايباد مالتي اللي هو هذا نوعه، هذا الايباد اير 4 2020-21. المهم يعني الايباد اير 4 اللي هو راح يجي شكله هيك مربع. هذا الايباد شوية غالي، سعره تقريبا 750 دولار، سعره غالي. انا ما انصح به، لان انا من اخذته انا ما جايبه بس على مود الدراسة، انا جايبه على مود غير شغلات. اما الايبادات اللي على مود الدراسة، انا كان عندي ايباد قديم كان الايباد 7، هسه نازل جيل جديد من عند الايباد 8 والايباد 9. اذا تريد تشتري ايباد للقراية، اكو الايباد 9 راح تطلع صورته هنا، اللي سعره راح يصير تقريبا 370 دولار هيك شغله. فهنا الفرق بين اللابتوب والايباد. فانت ما تقدر تاخذ وياك اللابتوب. اول شيء يعني هسه انا بجامعه الموصل ما اقدر اشيل وياي اللابتوب للجامعه، ليش؟ لان ممنوع. اما اذا انت عندك كتاب مثلا في جامعه الهندسه مسموح لهم، بس اني ما يخلوني ادخل اللابتوب وياي، ليش؟ ما اعرف. وبالورقيه مرتاح اكثر، تاشر ومرتاح اكثر من الايباد. بس من ناحيه انه انا بالايباد من اشر اقدر امسح التاشيره مالتي، وطلعت غلط اقدر امسحها، فانت بالورقي الورق تعال اشر وامسح، ابن ابوك تعال امسح، جيب قلم ابيض ولا ينمسح اصلا. بس من ناحيه شنو؟ انه احنا هسه بجامعه الموصل قليل كلش اللي يستعملون الايباد، يعني ما طب الجامعه ما حد يستعمل الايباد. بس مثلا اني ليش استعملت الايباد؟ اني ما متعلم على الايباد، اني وياكم واحد ما متعلم على واحد متعلم على الورقي، ما استعمل ايباد. اول مره طلع قبولي بالمستنصريه طبيت هناك، شو السالفه؟ شو كلها لازمين ايبادات؟ فاقتنعت بالموضوع، مع العلم انه انا ما متعود على الايباد، متعلم على الورقي تمام، يعني بحياتي ما قاري على الايباد، مجرد انه اشوف فيديوهات على اليوتيوب فتمام عادي. فجبت الايباد، فقعدت شويه واقرا بيه ما تعودت بالبدايه، بس اني لحد هسه المرحله الثانيه ما طابع ملزمه واحده،
وطبعا عندي بجامعه الموصل هسه من طبيت اني الوحيد اللي كنت لازم الايباد. يعني اكو اقول لك 3 4 من اصل 800 فقليلين كلش. احنا بجروبي 70 واحد، كنت اني الوحيد اللي عندي ايباد. هسه حاليا 4 وياي 5. اني طبعا قنعتهم اشتروا ايباد. والله لازم شركه ابل يعني تعطيني فلوس على هذا الاعلان. عمي مو اعلان ضايع دخيل الكعب، يعني ليش ليش اعطوني فلوس عليه. تقريبا 4 من جماعتي بعدهم يعني يردون يشترون ايباد. يعني من 70 واحد كنت واحد، هسه 5 وراح نصير 10، يعني جاي يزيدون. ليش؟ من وراي اني. طبعا اتمنى من شركة ابل تشوف هذا الفيديو، تعطيني فلوس الاعلان، تعطيني فلوس، جاي اسوي لكم اعلان، يعني اعلان بلاش. شايفين هي شغله؟ بس هو بدقيقة منو ما يقول انه اصلا ابل مطيتني فلوس حتى اسوي هذا الفيديو اعلان لهم. صح، يمكن مطيني فلوس والله. كل شيء يصير. مختصر الحكي انه انت اذا طالب هندسة اشتري لابتوب، واذا طالب طبية وهاي السوالف اللي اغلبيتها حفظية فاشتري ايباد. اما اذا انت حاير بين الورقي واللابتوب والايباد فانت شوف شنو اللي يرهم لك. يعني هسه مثلا عندي صديقي اشترى ايباد وما قدر يقرا عليه، هو متعود على الورق، اني ورقي ما اغير. فهنا هو عاف الايباد وطال اخوه الصغير وهاي. بس مثلا اني اشتريت ايباد وتعودت عليه وقريت عليه. فانت قبل لا تشتري اعرف انه انت ليش راح تشتري. فانت اعرف انه انت تقدر تقرا على الايباد، انت متعود تقرا على الايباد، تقدر لو لا. بس والله يا رب اتمنى عجبكم الفيديو. لا تنسوا تطقونا بلايك واشتراك، اكتبوا تعليق جوا. ما احصل من عندهن فلوس، والله ما احصل من عندهن فلوس، بس كل اللي يريده من عندك اشتراك لان يريد اوصل 100,000 وبس. والله في امان الله. اشتراك جوا دوسه، واكو لايك جوا دوسه، اكتب لي تعليق جوا لان اليوتيوب يحب هاي السوالف. لا من التعليقات ولا من اللايكات. صار ساعة صور قطعت الكهرباء. إلك الله يا عراق، إلك الله يا عراق. أنا جاي تشوف التعب اللي جاي تعبه. دي حط لايك، دي اشترك. ليش؟